عليكم جماعه، بما انكم سالتوني على الجطاطيس بتوعي كتير هديكوا الجطاطيس بتوعي تبني وهعرفكم تعملوا ايه عشان تقدروا تاخدوهم. هكلمكم عليهم. هم 5 قطط صغننين، ده بسيوني. هم هاجين بين شيرازي وبين رومي، ما عندهم حوالي 3-4 شهور كده. ده سليم شبه مامته قوي، هوريكم مامته برضو. ده كاستر، تحسوا حجمه اكبر من اخواته شويه، مش عارفه ليه، هو الشوح اللي فيهم. ما ده كريم. دي بقى ميوشة، هي اكتر واحدة انا بحبها فيهم بجد، دمها زي العسل. ده بقى عنفسيس، طبعا عنفسيس مش هديه لحد، عنفسيس ده ابني، هو اخوهم الكبير. دي بقى لوسي لزلوزة، مامتهم كلهم، مامة عنفسيس وبسيوني والباقيين دول كلهم. احسن يعني انتوا تاخدوا قطتين عشان ما يجيلهمش اكتئاب او يقعدوا لوحدهم. فوسي برضو هجيب من شرازي ورومي. تعملوا ايه بقى علشان تاخدوا القطط؟ اول حاجه لازم يبقى عندكم الليتر بوكس بتاعهم بالرمله. تاني حاجه اول ما تاخدوهم هتروحوا بيهم للدكتور يطمن عليهم ما عندهمش اي مشاكل وياخدوا تطعيماتهم، وتتاكدوا برضو من نوعهم سواء بنت او ولد، زياده تاكيد يعني. تاني حاجه قطتي ما بتاكلش دراي فود، متعودين على اكل البيت بيبقى خضار وبروتين مسلوق ومهروس، والدراي فود مضر قوي لصحه القطط. كلموني على الدي ام سواء من على تيك توك او انستجرام، يعني على حسب لقيتوا الفيديو ده فين، وهقابلكم واديكوا القطط بتاعتي. وطبعا لازم يبقى معاكم بوكس، ساعتها بوكس القطط. انا ساكنه في فيصل، فالافضل تكونوا قريبين مني سواء في القاهره او في الجيزه. بس كده، السلام عليكم.